بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة بيتكلم عن أفريقيا من الاستعمار إلى التحرر. ده الدرس الثاني في الوحدة الأخيرة. طبعا زي ما انتم عارفين ان معظم الدول الأفريقية تعرضت للاستعمار، وبدأت الشعوب الأفريقية من القرن العشرين تطالب بالحرية والاستقلال، وكان في عوامل لليقظة القومية والتحرر الوطني. طب ايه هي عوامل او اسباب اليقظة القومية للشعوب الأفريقية؟ عندنا عوامل داخلية وعوامل خارجية. اول حاجة العوامل الداخلية، ان الشعوب دي كانت بتشعر بالاضطهاد والاستغلال والتدهور الاقتصاد بتاع بلدهم، لان المستعمر بيستغل الموارد بتاعتهم وياخدها. اتنين، عشان ظهر نخبة من الوطنيين نادوا بالحرية والاستقلال. تلاتة، ان كان في حركات اسمها حركات شعبية ظهرت في البلاد دي عشان تنادي بايه؟ بمنع التمييز العنصري والاستعمار في القارة. يبقى دي العوامل الايه؟ العوامل الداخلية. اما العوامل الخارجية هو عامل واحد بس، ان كانوا بيطالبوا الشعوب دي بالديمقراطية والحرية، زي ما قال الرئيس الامريكي ويلسون، عمل 14 مبدأ. المبادئ دي كلها كانت 1918، ومن ضمن المبادئ دي حق الشعوب في تقرير مصيرها. يبقى ده العامل الايه؟ العامل الخارجي. بعد كده هناخد نماذج افريقية مضيئة نحو التحرر والاستقلال. عندنا 3 دول كانت مستعمرات، ونعرف ازاي تحرروا وازاي استقلوا: مصر والجزائر وجنوب افريقيا. اول حاجة مصر. مصر كانت بتخضع للاستعمار البريطاني، اللي هو الاستعمار الايه؟ استعمار الانجليزي. حصل تدخل اجنبي في شؤون مصر. طب التدخل ده حصل ليه؟ لان كان في عندنا في مصر تدهور في الاوضاع المالية في نهاية عهد اسماعيل، بس الديون تراكمت وزادت في عهد ابنه مين؟ ابنه توفيق. ده كله ادى الى التدخل الاجنبي في شؤون البلاد. الاستعمار البريطاني لمصر، انتهزت بريطانيا ان في اوضاع في مصر متدهورة، فارسلت اسطولها الى اسكندرية. طب لو قلت لك بما تفسر ليه بريطانيا او انجلترا ارسلت اسطولها الى اسكندرية؟ ارسلته ليه؟ طبعا لاسباب كتيرة. يلا مع بعض نشوف الاسباب الكتيرة دي. يبقى انجلترا انتهزت طبعا زي ما قلت لكم سوء الاوضاع الداخليه، وبعتت اسطولها: واحد، لتحقيق اطماعها الاستعماريه وتامين التجاره بتاعتها مع مستعمراتها بالهند. المهم الاسطول البريطاني كان واقف في اسكندريه. دارت معارك كتيره ما بين القوات المصريه بقياده احمد عرابي وبين القوات البريطانيه، بس نجحت القوات البريطانية أو الإنجليز إن هم يدخلوا مصر ودخلوا القاهرة. طب دخلوا القاهرة إمتى؟ في سبتمبر 1882، ومن يومها بدأ الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا في كفاح وطني ضد الاستعمار البريطاني عن طريق نضال للزعماء الوطنيين وعن طريق ثورات شعبية قام بها الشعب المصري. أول حاجة نضال الزعماء الوطنيين. عندنا زعيمين: أول زعيم الزعيم مصطفى كامل، الزعيم الثاني الزعيم محمد فريد. أول حاجة هناخدها الزعيم مصطفى كامل. طبعا الزعيم مصطفى كامل كان كاتب وصحفي، كان بيكتب مقالات في جريدة اللواء، وخطبه كلها عشان تصحي الوعي لدى المصريين. عمل حزب اسمه الحزب الوطني، يبقى أسس الحزب الوطني سنة 1907. برضو سافر إلى أوروبا أو معظم دول أوروبا عشان يندد بجرائم الاحتلال الإنجليزي للمصريين. يبقى دي أهم أعمال مصطفى كامل. بعد كده الزعيم محمد فريد. الزعيم محمد فريد
ده تولى الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل. أنشأ نقابة للعمال سنة 1909، يبقى تولى رئاسة الحزب بعد مصطفى كامل، وأنشأ أول نقابة للعمال عام 1909. برضو شارك في العديد من المؤتمرات الدولية عشان يشرح القضية المصرية للدول الخارجية، ويطالب بإنهاء الاحتلال البريطاني على مين؟ على مصر. يبقى شارك في كثير من المؤتمرات الدولية عشان يشرح القضية المصرية والمطالبة بجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر. يبقى ده نضال الزعماء الوطنيين. بعد كده الثورات الشعبية اللي عملها المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي أو البريطاني. عندنا ثورة كبيرة اسمها ثورة 1919. الثورة دي كانت الأيقونة بتاعها الزعيم سعد زغلول. طبعا أحوال مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 حاول المصريين ان هم يقدموا كذا حل عشان يستقلوا عن بريطانيا، فكون سعد زغلول حزب اسمه حزب الوفد، وكون وفد عشان يسافر بيه لمؤتمر الصلح في باريس عشان يعرض القضية المصرية على مؤتمر الصلح. طب ايه هي اسباب قيام الثورة؟ اول حاجة رفض الاحتلال البريطاني سفر سعد زغلول وزملائه الى مؤتمر الصلح اللي كان في باريس. تاني حاجة السلطات ما رفضتش بس، ده اعتقلت سعد زغلول ورفاقه ونفتهم الى جزيرة مالطا في البحر المتوسط، مما ادى الى اشتعال ثورة 1919. طب ايه نتائج الثورة؟ اضطر الطبيعي نتيجة الثورة اضطرت الى الافراج عن سعد زغلول وزملائه، وبرضه سمحت لهم بالسفر الى مؤتمر الصلح فين؟ في باريس. بس طبعا راح الوفد المصري برئاسة سعد زغلول لمؤتمر الصلح، بس مؤتمر الصلح خيب آمال المصريين، يعني اللي كان متوقعه المصريين من مؤتمر الصلح ما حصلش. طب ليه خيب آمال المصريين؟ لأنه اعترف بالوجود البريطاني في مصر، أو بيعترف بالحماية البريطانية على مصر. واصل المصريين طبعا كفاحهم لحد ما بريطانيا اعترفت باستقلال مصر، بس كان استقلال سوري. سنة كام؟ سنة 1922. دي الثورة الأولانية. أما الثورة الثانية ثورة 23 يوليو 1952. طب إيه أسباب ثورة 52؟ طبعا استمرار احتلال بريطانيا لمصر أو تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية، مع إن ادتنا استقلال سوري، بس برضه في استمرار في تدخل في شؤون مصر الداخلية. مش بس كده، كان في انتشار الفساد في الحكم، النظام الملكي يعني، كان في غياب للديمقراطية، كانش في ديمقراطية، كان في سوء في الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية. يبقى انتشار الفساد في الحكم وغياب الديمقراطية، سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، استمرار تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية، بالرغم ان احنا كان عندنا استقلال سوري سنة 1922. عشان كده في الثورة دي قام مجموعة من الضباط الجيش عملوا حاجة اسمها تنظيم الضباط الأحرار. يعني ايه تنظيم الضباط الأحرار؟ يعني قام مجموعة من رجال الجيش الوطنيين بقيادة جمال عبد الناصر بتشكيل تنظيم اسمه تنظيم الضباط الأحرار. دول اللي قاموا بثورة 23 يوليو سنة 1952. يبقى مجموعة من رجال الجيش الوطنيين بقيادة جمال عبد الناصر قاموا بتشكيل تنظيم الضباط الأحرار والقيام بمين؟ والقيام بالثورة. طب أهداف الثورة إيه؟ أهداف الثورة كتيرة. أهم أهداف للثورة: واحد، إنهم يلغوا النظام الملكي، نظام الحكم الملكي، ويعملوا نظام جمهوري. اثنين، إن هم يقضوا على الاستعمار وأعوانه، قضاء على الاحتلال يعني، وطبعا قضوا عليه عن طريق اتفاقية الجلاء زي ما هنقول دلوقتي. بل قضاء على الاستعمار، عمل جمال عبد الناصر مع البريطانيين اتفاقية اسمها اتفاقية الجلاء، بناء عليها هيخرج الإنجليز من مصر في خلال 20 شهر، وخرج آخر جندي إنجليزي من مصر في يونيو شهر 6 سنة 1956 بعد احتلال 74 سنة.
الهدف الثالث بناء جيش وطني قوي وحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية. دي تعتبر أهم أهداف لثورة 52. طب نتائج الثورة إيه؟ الثورة دي أشعلت الروح الوطنية عند الدول العربية والدول الأفريقية، وساعدت على تحرير بعض الدول العربية والدول الأفريقية. يبقى نتائج الثورة كانت بمثابة الشرارة اللي أشعلت الروح الوطنية في الدول العربية والأفريقية. بعد كده الدولة الثانية دولة الجزائر. الجزائر اتعرضت لاستعمار فرنسي. كانت الجزائر أو كانت فرنسا بتستورد من الجزائر قمح عن طريق نظام الإيه؟ عن طريق نظام القروض. حكام الجزائر طلبوا فرنسا بسداد الديون. طبعا ماطل الاحتلال الفرنسي أو الحكومة الفرنسية بسداد الديون، فأرسلت فرنسا أسطول عشان يحاصر سواحل الجزائر عشان حاجتين. عشان كده لو قلت لك بما تفسر ليه فرنسا أرسلت أسطول لحصار الجزائر، طبعا لإسقاط الديون. 2 إن هم يمنحوا الأولوية لفرنسا في الامتيازات التجارية في التجارة والاقتصادية. طبعا رفضت الجزائر طلب مين؟ طلب فرنسا، مما أدى إلى احتلال فرنسا لمين؟ للجزائر. نجحت طبعا في احتلال الجزائر سنة 1830. طب الكفاح الوطني للجزائر ضد الاحتلال الفرنسي. طبعا في نضال الزعماء الوطنيين. الأمير عبد القادر الجزائري ده نظم المقاومة ضد الفرنسيين، واتخذ من مدينة بسكرة مركز للمقاومة دي. نقول تاني، الأمير عبد القادر الجزائري ده اللي نظم المقاومة واتخذ من مدينة بسكرة مركز لها. طب لو قلت لك ما نتائج أدى إلى إيه؟ أدى إلى اعتراف الفرنسيين بعبد القادر الجزائري حاكما على وسط وغرب مين؟ وسط وغرب الجزائر. بعد كده الفرنسيين نظموا صفوفهم وعملوا هجمات شديدة ضد مين؟ ضد المقاومة اللي بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، مما أدى إلى إيه؟ استسلام الأمير عبد القادر الجزائري. ساعة ما استسلم ده نضال الزعماء الوطنيين. طب في ثورات قامت، الثورة الجزائرية. طب الثورة الجزائرية دي كانت كام؟ 1954. الثورة الجزائرية كانت بقيادة أو كان منها المناضلة جميلة أبو حريد. جميلة أبو حريد دي شاركت فيها. حاولت فرنسا إخماد الثورة الجزائرية اللي شاركت فيها جميلة أبو حريد بالشدة والعنف، وقبضت على المناضلين واحتجزتهم وعذبتهم. بس الثورة الجزائرية لقت دعم إقليمي ودعم دولي حتى نالت الاستقلال للجزائر عام 1962. يبقى شاركت المرأة في الثورة الجزائرية بشجاعة مثل المناضلة جميلة أبو حريد، وحاولوا يخمدوا الثورة. قبضوا على المناضلين وعذبوهم في السجون، بس نالت دعم إقليمي ودعم دولي. نراجع مع بعض تاني. درس إفريقيا من الاستعمار إلى التحرر. في عوامل اليقظة القومية والتحرر الوطني، في عوامل داخلية في البلاد اللي كانت محتلة زي الشعور بالاضطهاد والاستغلال وتدهور الاقتصاد للبلاد دي. ظهور زعماء وطنيين نادوا بالحرية والاستقلال. تنظيم حركات شعبية. الحركات الشعبية دي كانت في الدول دي بتنادي بإيه؟ بتنادي بمنع التمييز ومنع الاستعمار أو محاربة الاستعمار. أما العوامل الخارجية، المطالبة بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية اللي أعلنها ويلسون ومنها حق كل شعب في تقرير مصيره.
نماذج إفريقية نحو الاستقلال، قلنا مصر. كان في تدخل أجنبي في البلاد نتيجة تدهور الأوضاع المالية في أواخر عهد إسماعيل، وازدادت الأوضاع المالية سوء في عهد ابن توفيق. انتهزت بريطانيا سوء الأوضاع ودخلت مصر لتحقيق أطماعها الاستعمارية. 1. 2. تأمين التجارة في مستعمراتها بالهند، فأرسلت أسطولها إلى اسكندرية. دارت معارك طبعا ما بين أحمد عرابي والجنود والقوات البريطانية، بس دخلوا القاهرة الاحتلال البريطاني في سبتمبر 1882. الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني، نضال الزعماء. عندي الزعيم مصطفى كامل، ده أسس الحزب الوطني 1907، كان كاتب وصحفي، كان له خطب عشان يعمل يقظة للوعي الوطني عند المصريين. سافر لأوروبا، معظم دول أوروبا، عشان يندد بسياسة الاحتلال البريطاني في مصر. الزعيم الثاني محمد فريد تولى رئاسة الحزب الوطني بعد مصطفى كامل، أنشأ أول نقابة للعمال عام 1909. شارك في كثير من المؤتمرات الدولية عشان يشرح القضية المصرية ويطالب بجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر. ده نضال مين؟ نضال الزعماء. الثورات الشعبية، كان عندنا ثورتين. ثورة 1919 لما الزعيم سعد زغلول شكل وفد عشان يسافر لمؤتمر الصلح في باريس سنة 1918، بس أسباب الثورة رفض الاحتلال سفر سعد زغلول لمؤتمر الصلح في باريس. مش بس رفض، ده قبض على سعد زغلول ورفاقه ونفاهم إلى جزيرة مالطا في البحر المتوسط. نتائج الثورة، أفرجوا عن سعد زغلول وزملائه وسمحوا لهم بالسفر إلى مؤتمر الصلح، بس مؤتمر الصلح خيب آمال المصريين بسبب اعترافه بالوجود البريطاني في مصر. اعترفت بريطانيا بعد جهود المصريين باستقلال مصر، بس كان استقلال سوري سنة 1922. الثورة الثانية ثورة 23 يوليو 52. أسباب الثورة، طبعا استمرار تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية مع إن منحت مصر استقلال سوري. 2. انتشار الفساد في الحكم وغياب الديمقراطية، برضو كان في سوء في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. دي كلها أسباب ثورة 52. اللي عمل الثورة تنظيم مجموعة من الضباط، عملوا تنظيم الضباط الأحرار، مجموعة من رجال الجيش الوطنيين بقيادة جمال عبد الناصر قاموا بتشكيل تنظيم الضباط الأحرار والقيام بالثورة. أهداف الثورة: إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، دي أول هدف من أهداف الثورة. 2. القضاء على الاستعمار وأعوانه عن طريق أنهم عقدوا اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، وخرج آخر جندي إنجليزي من مصر في يونيو 1956. ثالث هدف من أهداف الثورة: بناء جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية. دي كلها أهداف مين؟ أهداف الثورة. نتائج الثورة: ثورة 52 كانت بمثابة الشرارة اللي أشعلت الروح الوطنية في الدول العربية وساعدت الدول العربية والأفريقية على الاستقلال والتحرر. الدولة الثانية من نماذج الجزائر، كان في استعمار فرنسي في الجزائر، كانت فرنسا بتستورد من الجزائر قمح، كان عليها ديون كتيرة فزادت القروض، فأرسلت فرنسا أسطول عشان يحاصر الجزائر. ليه؟ عشان يسقطوا الديون بتاعة القمح ومنح فرنسا امتيازات تجارية واقتصادية. رفضت طبعا الجزائر هذه المطالب، مما أدى إلى احتلال فرنسا لها 1830. كان في كفاح وطني عن طريق نضال الزعماء زي الأمير عبد القادر الجزائري، ده نظم المقاومة واتخذ من مدينة بسكرة مركز لها. طب ما نتائج ان هو عمل مقاومة
أدى إلى اعتراف الفرنسيين به حاكما على وسط وغرب الجزائر. بس الفرنسيين نظموا صفوفهم وقاموا بهجمات ضد المقاومة، مما أدى إلى استسلام الأمير عبد القادر. كان في ثورة جزائرية عام 54 شاركت فيها المرأة بشجاعة مثل المناضلة جميلة بوحريد. حاولت فرنسا إخماد الثورة دي بالشدة والعنف، وقبضت على المناضلين وسجنتهم وعذبتهم. بس نالت الثورة دعم إقليمي ودولي، ونالت الجزائر استقلالها عام 62. نشوف بعد كده من النماذج التحرر برضو دولة جنوب أفريقيا. دولة جنوب أفريقيا كانت بتعاني برضو في الأول من كذا احتلال. أولا الاستعمار الأوروبي لجنوب أفريقيا. أول مستعمرة اتأسست في جنوب أفريقيا كانت على يد شركة الهند الشرقية الهولندية تبع هولندا. كانت سنة كام؟ كانت سنة 52 1652، يبقى تبع شركة الهند الشرقية الهولندية. بعد كده احتلت بريطانيا جنوب أفريقيا سنة 1806، واستمر الاحتلال البريطاني لجنوب أفريقيا نحو 100 سنة أو قرن، مما أدى إلى إيه؟ مما أدى إلى فيه صراع بين السكان مع السكان الأصليين. يبقى في صراع مع السكان الأصليين. برضو تم اكتشاف الذهب والماس في جنوب أفريقيا. طبعا اكتشفوا الاثنين دول، أدى إلى إيه؟ اندلاع حرب بين البريطانيين والهولنديين اللي هم كانوا محتلين جنوب أفريقيا. انتهت طبعا الحرب دي بانتصار مين؟ انتصار البريطانيين، وشجعوا الهجرة البريطانية لجنوب أفريقيا. طب الكفاح الوطني ضد الاستعمار البريطاني، الكفاح كان عامل ازاي؟ الكفاح الوطني برضو مقاومة شعوب جنوب أفريقيا خدت أشكال عديدة في مقاومة الاحتلال البريطاني أو الإنجليزي. كان في نوعين من المقاومات. أول حاجة مقاومة سلمية للاحتلال عن طريق الاعتصام، إن هم يقوموا بمظاهرات، إن هم يقاطعوا البضائع الأوروبية، إن هم يشرحوا القضية في المؤتمرات الدولية. دي كلها بسميها مقاومة سلمية. تاني حاجة الثورات والمقاومة العسكرية المسلحة. يبقى لو قلت لك دلل اتخذ شعوب جنوب أفريقيا أشكالا مختلفة في مقاومة الاحتلال، هتقول لي مقاومة سلمية وثورات ومقاومة عسكرية. برضو كان في نضال الزعماء الوطنيين زي الزعيم نيلسون مانديلا، ده كرس حياته كلها لمكافحة التمييز العنصري. مش بس كده، ده طالب بالمساواة بين السكان الأصليين والسكان من أصحاب البشرة البيضاء. يبقى طالب بالمساواة ما بين السكان السود اللي هم الأصليين يعني وذو البشرة البيضاء. حتى سمى دي سياسة اللا عنف. اعتقل 27 عاما من أجل المبادئ بتاعته، بس نجح في إنهاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، ونتيجة ده حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1993. يبقى حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1993 لأنه نجح في إنهاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وبرضه انتخبوه كأول رئيس لجمهورية جنوب أفريقيا من السكان الأصليين من سنة 1994 ل 1999. يبقى من 94 ل 1999. بعد كده دور مصر في تحرر الدول الإفريقية. مصر ساهمت بشكل كبير في تحرر الدول الأفريقية عن طريق إجراءات عملتها إجراءات عملتها مصر. يلا نشوف مصر كان لها دور إزاي. واحد، إن هي قدمت المساعدات المادية والعسكرية لحركات التحرر الأفريقية زي الثورة الجزائرية. يبقى تقديم المساعدات المادية والعسكرية لحركات التحرر الأفريقي. مش بس كده، ده كان لها دور تاني. دور تاني إيه؟ إن هي فتحت مراكز التدريب العسكري في بعض الدول الأفريقية عشان تدرب كوادر الحركات التحررية. يبقى فتحت مراكز للتدريب العسكري. كمان 3،
عملت ايه 3؟ اتاحت الفرصة لحركات التحرر الافريقية ان هي تتخذ القاهرة مقر سياسي واعلامي لها. يبقى اتخاذ القاهرة كمقر سياسي واعلامي لحركات التحرر الافريقية. وبرضو انشأت اذاعات موجهة لدول افريقيا المحتلة بلغتها المحلية عشان تساعد شعوبها وحركاتها في التحرر. يبقى انشاء اذاعات موجهة لدول افريقيا المحتلة بلغتها المحلية. يبقى دولة جنوب افريقيا كان فيها استعمار اوروبي. استعمار اوروبي، اول مستعمرة هناك كانت على يد شركة الهند الشرقية الهولندية، يبقى هولندا يعني، عام 1652. بعد كده احتلت بريطانيا جنوب افريقيا سنة 1806. اكتشفوا الذهب والماس في جنوب افريقيا، عشان كده قامت حرب بين البريطانيين والهولنديين انتهت بانتصار طبعا بريطانيا، وشجعت الهجرة الى جنوب افريقيا. بعد كده الكفاح الوطني ضد الاستعمار البريطاني. اتخذت مقاومة شعوب جنوب افريقيا عدة اشكال. اول حاجة المقاومة السلمية، من اعتصام، مظاهرات، مقاومة البضائع الاوروبية، شرح القضية في المؤتمرات الدولية. دي كلها مقاومات ايه؟ مقاومة سلمية. تاني مقاومة اسمها المقاومة المسلحة، او بسميها الثورات والمقاومة العسكرية المسلحة. من الزعماء الوطنيين في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، كان بيكافح التمييز العنصري، كان بيطالب بالمساواة بين السكان الأصليين اللي هم السود وأصحاب البشرة البيضاء، متبع سياسة اسمها سياسة اللا عنف، يعني مقاومة سلمية من أجل التغيير. ساهم في مؤتمرات دولية، اعتقل لمدة 27 عاما، لكنه لم يتخلى عن المبادئ بتاعته. نجح في إنهاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وبرضه حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1993. وانتخب برضه كأول رئيس لجمهورية جنوب أفريقيا من السكان الأصليين من عام 1994 ل 1999. مصر كان لها دور في تحرر الدول الأفريقية عن طريق ان هي قدمت المساعدات المادية والعسكرية لحركات التحرر الأفريقي، فتحت مراكز تدريب عسكري في بعض الدول الأفريقية، اتخذت القاهرة مقر سياسي وإعلامي لحركات التحرر الأفريقية، أنشأت إذاعات موجهة لدول أفريقيا المحتلة بلغتها المحلية. يبقى دي كلها كان دور مصر في تحرر الدول الأفريقية. وبكده أبقى خلصت معاكم الدرس الثاني. فاضل لنا درس على نهاية المنهج. تابعوني في بقية شرح المنهج. مع تحياتي مستر جبر.